بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد شحاتة في فيديو جديد. أنا برد في الفيديو دوت على بعض الاستفسارات، أو بمعنى صح أحد الأخوة سألني على سؤالين على موضوع الدراسة والقرض بتاع الدراسة هنا هو في أمريكا، والقرض لشراء البيت. بالنسبة للقرض بتاع الدراسة، أولا أنت بتقدم لإحدى الجامعات في أي ولاية من الولايات ديت، أو تحدد الكلية أو المعهد اللي أنت عاوز تدرس فيه والتخصص اللي أنت عاوزه، وبعد كده بتقدم للجامعة شهاداتك الثانوية، أو لو كان معاك شهادات جامعية بتعمل معادلة whatever اللي أنت حاصل عليه بتقدمه علشان يشوف التخصص بتاعك. وبعد كده إذا تم قبولك في هذه الجامعة، بالكلية نفسها هي اللي بتساعدك على الحصول على القرض. دي حاجة. لكن حصولك على القرض مشترط طبعا بوجودك داخل أمريكا، ويكون معاك إقامة. لو أنت معكش إقامة أمريكية أو وضعك قانوني، استحالة إن هو يديك قرض. وفي حالة ما إذا اداك قرض، فهو بيساعدك في الحصول على وظيفة بعد حصولك على الشهادة الجامعية أو الدراسية، علشان تقدر تسدد القرض. وده بيكون يعني دي ميزة حلوة جدا عندهم، إن الجامعة أو البنك اللي اداك القرض هم دول اللي بيسعوا إن هم يجيبوا لك وظيفة براتب كويس. أما لو أنت بقى موجود في مصر أو في أي دولة تانية وعاوز تيجي تدرس، نفس القصة برضو. بتخش على الإنترنت وبتدور على الجامعات، ومش شرط من أول ابلكيشن بتقدمه يتم قبولك، لا، يعني هي ممكن بتقدم في جامعة واحدة واثنين وثلاثة في أكتر من ولاية، أو بتحدد الولاية اللي أنت عاوز تسافر لها وبتركز على الجامعات اللي موجودة فيها. يعني عندك أنا هنا في ساوث كاليفورنيا، في عندك في يعني منطقة اسمها أورنج كاوني، أو المقاطعة بتاعت أورنج كاوني دي في الجنوب، في أكتر من جامعة زي إيرفاين، فولرتون، أورنج. كل دي جامعات يتبعوا اليو اس اي. كويس، ممكن تخش وتقدم في أي واحدة من دول. وانس ان هم قبلوك كويس، فانت بتدفع الترم الاول، وده يساعدك على الحصول على التأشيرة في حالة الجامعة اذا قبلتك. خدت التأشيرة وجيت على هنا هون. وعلى فكرة برضو دي يعني قبول الجامعة ليس جرانتي او مضمون 100% ان هيدوك تأشيرة دخول، لان طبعا بتختلف من قوة الجامعة، التخصص اللي انت هتدرس فيه، امكانياتك المادية، بتبقى في عدة عوامل بتساعد على ان هم يدوك التأشيرة لدخول امريكا او لا. وانس انت جيت هنا هون امريكا، في الحالة ديت انت بتقدر بقى ايه، تدرس وتشتغل في نفس الوقت. وده بيديك وضع قانوني ان انت تشتغل في اي وظيفة على اساس تساعد نفسك في ان انت تكفي حياتك اليومية والمعيشية، وفي نفس الوقت تقدر تكمل الدراسة وتدفع المصاريف بتاعة الدراسة. فأثناء فترة الدراسة فأنت بتدور على وضع قانوني تقدر تقعد بيه. وفي الحالة ديت وانس ان انت بقى وضع قانوني، انت حر بقى تكمل الدراسة او لا تكملها. لكن اي واحد حاصل على اي شهادة ايا كانت داخل امريكا، ده بيعزز موقفه في حاجات كتير جدا في الوظائف وفي الراتب، وبيبقى وضعه احسن بكتير جدا. لان اولا بتمكنك من اللكنة الامريكية في اللغة، ودي يعني مهمة جدا بالنسبة لهم، ان انت تتقن اللكنة الامريكية وليس الانجليش بتاعنا. ف بالاضافة ان هي يعني الميزة هنا هو ان اي دراسة بيبقى فيها تخصص، مش لازم تدرس دراسة كاملة ووافية
زي الجامعات عندنا، لا، ممكن تختار تخصص واحد بس وتقعد فيه سنتين أو سنة وتتخصص فيه وتشتغل بيه، وده يبقى كويس جدا بالنسبة لك، أو ده المعمول بيه هنا هوت يعني. وبالمناسبة ديت أنا يعني عاوز أوجه نصيحة للإخوة اللي بيروحوا يدفعوا آلافات مؤلفة زي ما أنا بسمع بالستين والسبعين والتمانين ألف جنيه علشان يعمل هجرة غير شرعية ويعرض نفسه لمراكب الموت والذل والإهانة أثناء الرحلة عشان يروح لإيطاليا ولا أوروبا. طيب يا ابن الناس، طالما أنت عندك الإمكانيات تجيب الستين والسبعين ألف، دور على دراسة داخل أمريكا. وفي شركات، أنا أسمع إن في شركات في مصر بتساعد الطلبة إن هي تاخد دراسة أو منحة دراسية، أو حتى لو تدفع، يعني هتدفع الترم الأول أو الترم الثاني، ده ممكن كتير جدا يساعدك إن أنت تيجي هنا هو. والوضع هنا أحسن من أوروبا 100,000 مرة. أهم حاجة وأهم نقطة في الموضوع إن عمر هنا أمريكا ما هترحلك. أمريكا محتاجاك بأي وضع كان، حتى لو معكش ورق، حتى لو البوليس مسكك ووداك المحكمة، يعني البوليس ما رحلكش، الترحيل لا يأتي إلا من خلال المحكمة. ولو رحت المحكمة القاضي بيتعاطف معاك، يقول لك هديك فرصة سنة سنتين، وضعك حسن وضعك القانوني. الحاجة الوحيدة اللي هم بيرحلوا فيها الناس اللي هم جايين سلكاوي عبر الأنفاق أو نطط على السور من ناحية المكسيك، ده داخل الدولة بدون أي أوراق أو وضع قانوني، ده الوحيد اللي هو بيرحله على طول. ومش دايما، يعني هي تحصل كده هوجة يروحوا ماسكين شوية مرحلينهم وخلاص، لأن عن طريق الحدود المكسيك بيخش سنويا حوالي 3 مليون واحد، دول معهمش أوراق نهائيا وداخلين عن طريق السور أو أنفاق أو تهريب بأي وضع كان. ده اللي هو كل شوية بيعمل حملة ويرحلهم لأن معهوش ورق. لكن أنت هتيجي من خلال جامعة، استحالة هيروحك بأي شكل كان. يعني أنا أعرف واحد واخد ديبورتيشن يعني ترحيل من أكتر من 10 سنين، وبيجدد الإقامة بالاي دي بتاعته وعايش حياته وشغال ومفيش أي مشكلة. طالما أنت دخلت البلد قانوني فهو استحالة إن هو يروحك، بيديك فرصة إن أنت تظبط وضعك القانوني. فنصيحة للإخوة اللي هم بيصرفوا مبالغ طائلة على الهجرة غير الشرعية، لا، تعال هنا هوت، وطريقك للدخول هو عن طريق الدراسة. ولما تقدم للدراسة قدم في أي تخصص أنت عاوزه أو أنت بتحبه في أي جامعة من الجامعات في أي ولاية من الولايات، ومش شرط تقبل في أول مرة أو من أول جامعة، يعني عندك فرصة واثنين وثلاثة واربعة، وقدم في أكتر 10 جامعات يا أخي، قدم لحد ما تلاقي قبول من جامعة، ولحد ما تلاقي السفارة تقبل هذه الجامعة وتديك التأشيرة. والفلوس اللي انت هتصرفها في هجرة الموت اصرفها وتعالى وعيش هنا هو وهتلاقي شغل وهتظبط وضعك وهتلاقي الدنيا ماشية معاك أحسن من أوروبا كتير. يعني أنا برضو رحت أوروبا في بداية حياتي، بس رايحة رسمي بتأشيرة وكل حاجة، واشتغلت هناك وشفت البوليس هناك ما بيرحمش. يعني البوليس يوقفك في الشارع ويسألك على إقامتك، مفيش إقامة يروح واخدك على طول من الدار للنار ومرحلك وركبك الطيارة. يعني يقول لك لا وضع قانوني ولا ظبط ولا مظبطش. فهو ده الفرق بين هنا وبين أوروبا. هنا لا، هنا استحالة يرحلك رايت اواي المحكمة وتروح للقاضي، والقاضي طب يا حبيبي في ايه، والله انا وضعي كذا وكذا، طيب اقعد لك سنة سنتين دبر نفسك. ده بالنسبة للدراسة سواء المقيم في امريكا او خارج امريكا. الحاجة التانية، السؤال التاني اللي اتسألت عليه اللي هو موضوع قرض البيت. قرض البيت طبعا لازم تكون موجود
ولازم تكون معاك إقامة كويس. الحاجة التانية إن هنا هو لازم يكون معاك الملف الضريبي بتاعك بتاع آخر 3 سنين عشان تثبت فيه دخلك قد إيه، وهل الدخل ده يكفي القسط الشهري بتاع القرض اللي هتاخده للبيت. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية بتثبت ليهم إن وظيفتك الحالية ودخلك من خلال حساب البنك بتاعك، عشان برضو يثبت إن أنت لسه لديك وظيفة وعندك دخل يقدر يمكنك إن أنت تدفع أقساط البيت. الحاجة التانية اللي هي السكور اللي هو الدرجة اللي بتحصل عليها. وكل واحد هنا هو تقييمه في شراء عربية أو شراء بيت أو إنك تتأجر حتى شقة مرتبط بالدرجة أو السكور دوت. والدرجة دي بتبتدي من 300 لحد 850. إذا وصلت للدرجة 700 فأنت بنظرهم راجل ممتاز. في الحالة دي ممكن يبيع لك بيت بزيرو داون، يعني روح خد المفتاح وما تدفعش حاجة دلوقتي، ابتدي بعد كده بعد الشهر الجاي وابتدي القسط بتاعك. لكن في الأغلب الأعم بياخدوا 5%، من 5 ل10%، حسب البيت وحسب سعر البيت وحسب المنطقة. لأن عندك هنا هو الموضوع منظم بصورة لا تتخيلها. يعني الريال استيت اللي هو السمسار اللي بيبيع لك كويس عنده برنامج يحدد لك الشارع ده سعره كذا في المنطقة دي. تبقى مثلا منطقة وجنبيها منطقة تانية والفرق بينهم شارع واحد، ولكن تلاقي فرق البيت مثلا يوصل ل$100,000. دي ليها سعر ودي ليها سعر. تاني حاجة لما تيجي تختار بيت وتشتريه بيديك شيت ورقة مكتوب فيها البيت ده اتبنى سنة كام، ومين أول مشتري، وباعه سنة كام وباعه بكام، المشتري التاني اشتراه بكام وباعه بكام. عندك تفاصيل وافية وكافية. إصلاحات البيت موجودة، لأن أنت عشان تصلح بيتك لازم تاخد موافقة من السيتي، من الحي اللي أنت فيه. العملية ما هياش عشوائية، كل شيء بنظام. لذلك بتشتري أنت عارف بتشتري إيه. والبايع والمشتري مش يعني مش مع بعضيهم، لا، ده في شركة في النص. الشركة دي اسمها اسكور. الشركة دي هي الوسيط اللي بينك وبينه، بتاخد منك الفلوس وبتدي للبايع الفلوس. يعني انت مفيش معاملة بينك وبين البايع دايركت، حفاظا على الاموال، وعلى اساس ان هي اللي بتكتب العقد، والعقد مكتوب فيه كل كبيرة وصغيرة داخل العقد، وتاريخ البيت زي ما قلت لك، علشان ما يكونش فيه اي اعتراض او اي عمليات نصب او احتيال في الموضوع. موضوع السكور بتاعك او الدرجة بتاعتك دي بتيجي اولا من التزامك بالسداد. لو معاك كريدت كارد، التزامك بسداد في المواعيد. لو انت شاري عربية تقدر تشتري عربية طبعا اول ما تيجي بدون اي يكون عندك سكور ولا حاجة، لان هي بتبني لك السكور بتاعك. طول ما انت بتسدد في القسط في ميعاده فده بيعلم السكور بتاعك. لو انت اتأخرت في سداد قسط واحد بس ده بيأثر عليك، ينزل الدرجات بتاعتك في السكور. فكل شيء محكوم هنا هو ومنظم بصورة جميلة جدا، بتساعدك وبتساعد الدولة في ان هي تيسر عليك كل شيء، وبتبقى الخطوات ميسرة وسهلة وبسيطة، ما بتاخدش اي تعقيدات، وكل شيء بيبقى فيها مضمون 100% في اي تحركات في البيع او في الشراء.
ده تقريبا الرد على السؤالين بتاع الدراسة وبتاع القرض. ولو أي حد عنده أي استفسار في أي وقت، أنا تحت أمركم في أي حاجة عايزينها تعرفوها من خلال أمريكا. أشكركم لحسن المتابعة، وأشكركم على السكرايب، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. يعني إن شاء الله هنعمل لكم شوية فيديوهات كتيرة جدا تقدروا تتعرفوا على الحياة في أمريكا من كافة جوانبها. شكرا والسلام عليكم.